كل سنه المرتب بيزيد، ده غير المنح والعلاوات. بس سبحان الله يا اخي، المصاريف بتشق الارض وتطلع لي، مش حاسس بالزياده ولا كأن في فلوس زادت اصلا. لو انت واحد من اللي بيقول الكلام ده تبقى الحلقه دي ليك. هو انا اقدر اعيش قد ايه من غير ما اكون مضطر ان انا اشتغل؟ لو اول اجابه جت في دماغك ان ما اقدرش اعيش ولا يوم من غير شغل، ونط قدامك الاقساط والكريدت كارد اللي عمال تسحب منها طول الشهر على المكشوف، او الكارد الصغير اللي عملته من سنتين ولسه بتدفع في اقساطه لحد دلوقتي، احب اقول لك انك واقع في كمين الفرق ما بين الاصول والالتزامات او الخصوم. الكمين ده اللي بيخليك تصوت مع كل زياده في المرتب، لانك مش عارف تستفيد بيها وهتروح كلها في الالتزامات اللي عليك، او هتخترع لها حاجه تتصرف فيها ويبقى اللي راح على قد اللي جه. ده لو اللي جاي مكفي اصلا، ومهما بقيت تكسب اكتر من الاول برضه هتفضل حاسس بالمعاناه الماديه، لانك بتفكر زي الفقراء مش زي الاغنياء. استنى ما تزعلش، هنشرحها لك بالتفصيل. كل حاجه بنملكها في حياتنا بتنقسم يا اما اصول او خصوم، وانت لوحدك اللي في ايديك تقرر يا اما الحاجات دي تكون اصل او خصم، لان الاصل هو الشيء اللي بتملكه بيجيب لك عائد مادي وبيدخل لك فلوس، والخصم هو كل حاجه بتملكها ومش بتدخل لك فلوس، بل بالعكس انت بتصرف عليها. خلينا نحسبها مع بعض. لو انت معاك مثلا 300,000 جنيه وكان قدامك اختيارين، انك تستثمرهم في العقارات او انك تغير عربيتك، هتختار ايه؟ لو بتفكر بعقلية المستثمر ودماغك بتشتغل زي الاغنياء، هيبقى الاستثمار هو اختيارك. هقولك ليه. لو بصينا على المستقبل وشفنا ال 300,000 جنيه دول هيحصل لهم ايه بعد 5 سنين. لو اشتريت عقار واجرته ب 3000 جنيه في الشهر، بعد 5 سنين هتكون قيمة الايجار اللي حصلتها هي 180,000 جنيه. ولو افترضنا ان العقار قيمته بتزيد 10% بس كل سنة، بعد 5 سنين هتبقى قيمته حوالي 439,000 جنيه. يعني بعد 5 سنين انت كسبت 319,000 جنيه، والمبلغ اللي معاك تقريبا اتضرب في 2. طب لو اشتريت عربية، لو افترضنا ان قيمة العربية بتقل 10% بس كل سنة، بعد 5 سنين هتبقى قيمة العربية 196,000 جنيه، يعني هتكون خسرت حوالي 100,000 جنيه، ده غير طبعا مصاريف العربية نفسها. وده يرجعنا لان الاصول هي اي شيء بتمتلكه ليه قيمة في السوق وبيجيب لك فلوس، سواء كان مادي زي العقارات او الذهب، او حاجة مش ملموسة زي الاسهم والبورصة والعملات الرقمية وحقوق الملكية الفكرية. انما خصومك هي كل التزاماتك اللي بتاكل من جيبك، والحل الوحيد علشان فلوسك تزيد ان يكون عندك القدرة على زيادة اصولك وتقليل خصومك على قد ما تقدر. الغلط بقى اللي بيقع فيه معظمنا، اول ما الدخل الثابت يزيد او تيجي فلوس مش متوقعينها، هي الرغبة اللي بتظهر انك تدلع نفسك وتعيش شوية رفاهية اكتر، وبالتالي هتعمل ايه؟ هتصرف اكتر طبعا عشان عايز تستمتع بكل جنيه زيادة حصل في دخلك. وطبعا مع زيادة الرغبات بتزيد كمان الاحتياجات، وفي لمح البصر ومن غير ما تاخد بالك فجأة بتلاقي نفسك بقيت عضو في نادي الاغنياء المزيفين. طب مين هم الاغنياء المزيفين؟ الاغنياء المزيفين دول الناس اللي بيركبوا احسن عربيات وعايشين في اجمد شقق وممكن يسافروا مرتين 3 في السنة، بس عشان يعملوا كل ده اتزنقوا في قروض وديون وصرفوا كل اللي معاهم. طيب ليه بنقول ان ده ثراء مزيف؟ لان الشخص اللي كل فلوسه رايحه على الاستهلاك وما عندوش اي اصول، لو لا قدر الله حصل اي ظرف ومرتبه وقف او شركته قفلت او حتى طلع على المعاش، مش هيكون عنده اي شيء يتسند عليه، لانه ما استثمرش فلوسه وما عملش اي حساب للظروف وما كانش عنده عقلية الثراء. ايوه، الموضوع كله في الدماغ. القصة كلها بتبدأ من تفكيرك مش من جيبك. خليني اقولك ازاي. اي حاجة بتعملها او اي قرار بتاخده بيبدأ من فكرة بسيطة بتسيطر على تفكيرك لدرجة انها تتحول لفعل. لو فكرت مثلا انك زهقان، هتمسك موبايلك وتتفرج على حاجة تسليك، او تكلم حد من اصحابك وتتقابلوا، او هتشوف ايه اللي يضيع زهقك وتعمله. بس ايا كان القرار اللي هتعمله، اصله هي فكرة بسيطة زي انك زهقان. ولو وسعنا الموضوع وطبقناه على حياتك كلها وفضلنا ندور ورا افعالك وقراراتك، هتلاقي دايما في فكرة هي البداية. انك يبقى معاك كل الفلوس اللي بتحلم بيها او توصل للنجاح اللي في خيالك، كل دي مجرد افكار واحلام، مش كده؟ بس اي حلم حطيت له خطة ساعتها هيبقى هدف. والخطة هي ايه غير شوية خطوات صغيرة علشان توصل للنتيجة. بس وانت بتحط الخطة لازم تعرف انك لو مش مصدق بجد انك تقدر تحققها، عمرك ما هتقدر تحققها. لو حاسس ان الملايين فعلا بعيدة، عمرك ما هتروح لها، واي فلوس زيادة هتجيلك
هتحطها على طول في الخصوم، وهتقول ان الفلوس كده كده مش هتكفي استثمار، دول يا دوبك الواحد يتبسط بيهم. طريقة تفكيرك ونظرتك لوقتك وفلوسك هي اللي بتحدد مكانك في الدنيا. او زي ما واحد من مؤسسي ادب التنمية البشرية الكاتب الامريكي نابليون هيل بيقول: قول لي بتقضي وقت فراغك ازاي وبتصرف فلوسك على ايه، وانا هقول لك هتبقى فين بعد 10 سنين. نابليون هيل في كتابه فكر واصبح غنيا كان بيحاول يلاقي اجابة على سؤال واحد: هو الانسان محتاج ايه علشان يبقى غني؟ لو سألتك انا السؤال ده هتقول لي محتاج معجزة، ولو كنت شخص واقعي شوية هتقول لي انك محتاج تشتغل اكتر وتتعب اكتر علشان تكسب اكتر. نابليون هيل لما سمع اجابات شبه دي ما عجبوش الكلام، وقرر انه يقابل 500 شخص غني وناجح علشان يقدر يعرف ايه المشترك ما بين الناس دي، وهل في فعلا طريقة او وصفة ولا الموضوع مجرد لعبة حظ. وبعد 25 سنة من البحث والكتابة يخرج لنا نابليون هيل بإجابة إن الموضوع ملوش علاقة بالحظ، وإن أي حد ينفع يبقى غني وناجح ومرتاح، وإن الناس نوعين: ناس بتحلم بالفلوس وبالنجاح وتصحى كل يوم عشان تعمل الفلوس وتوصل للنجاح ده، وإن معادلة الثراء عبارة عن فكرة، رغبة، معرفة، تخطيط، وإصرار. خليك دايما فاكر، علشان تقدر تتحكم في مصيرك لازم تتحكم في أفعالك، وعلشان تتحكم في أفعالك لازم تسيطر على أفكارك. لو عندك أي سؤال ابعته لنا في الرسائل أو سيبه لنا في التعليقات علشان نجاوب عليه الحلقات اللي جاية. نشوفكم الحلقة الجاية وتمسوا بالخير.